خوت واحد السلام عليكم، تحية لأي رجاوي ودادي فراوي عسكري أو فاسي مصاوي. وما ننساوش خوتنا الطنجاويين، وبالإضافة إلى الجماهير المسفيوية والناس ديال الجديدة، والإضافة الناس ديال أكادير والناس ديال خريبة ما يتقلقوش علينا، لا هما لا الفتحيين. خوتي في هذا الفيديو غادي نشوفوا تأجيل ديال جوج ديال المقابلات حساسة، مقابلات اللي عندها علاقة بالرجاء والوداد. الرجاء والوداد غادي يلعبوا واحد مقابلات حاسمة، من بينها فريق الوداد البيضاوي غيلعب الدير الكلاسيكو مع فريق الجيش الملكي بمدينة الدار البيضاء نهار 20 ابريل الجاري. وفريق الرجاء البيضاوي حتى هو غيستضيف واحد الفريق اللي هو حساس اللي هو المغرب الفاسي نهار 20 ابريل الجاري. يعني كنهضروا على السيمانه المقبله اللي غيكون فيها عيد صغير او ما يسمى بعيد الفطر. الجامعه قررت انها تاجل هاد الجوج مقابلات اللي عندهم علاقه بالبطوله الوطنيه، واللي شحال من واحد كيقول بان هاد الماتشات هما اللي غيحسموا اللقب. لي فار الا ضربوا الوداد تقريبا يولي فرق 4 نقاط، ولكن الوداد الا ضربت لي فار وما سمعناه هنا فالوداد اللي غادي البطوله. لكن الجامعه قررت باش ان هاد الماتشات هادو غتاجلهم. علاش غتاجلهم؟ السبب هو ان الوداد اللي غتلعب ضد الجيش والمغرب الفاسي اللي غتلعب ضد الرجاء غيلعبوا في منافسات ديال ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا وكاس ابطال افريقيا. دوري ابطال افريقيا الوداد غتلاقى او غتلعب مع سيمبا في الربع، وغتخرج عند سيمبا يوم الاحد، وهذا الشيء اللي غيخليها ما تلعبش كونتر لي فار، بالاضافه الى انها غتعاود تدخل سيمبا بعد 4 ايام فقط. لي فار حتى هي غتخرج تلعب مع اتحاد العاصمه في المقابله ديال ربع نهائي اتحاد كونفدرالية في نفس الوقت اللي جا في المقابله ديالها مع الوداد، وبالتالي هادشي علاش قرر تاجيل المقابله. خوتي ما تنساوش، بغيناكم تخليو لينا شنو بان لكم، واش انت كتشجع لي فار الجيش وداد، كلكم بغيناكم تخليونا الفريق اللي كنتساميو ليه. ما تنساوش خلينا جيم لايك لهذا الفيديو الى في حلقه اخرى.